عمرك فكرتي بلي الوجوه اللي كتدخل لحياتك هي مجرد مراية كتعاود تعكس ليك نفس الجرح القديم؟ علاش واخا السيناريو كيتبدل والممثلين كيتغيروا كتحسي براسك ديما واصله لنفس النهايه المسدوده؟ الحقيقه هي ان هادشي ماشي مجرد صدفه، بل هو نداء من الاعماق كيحاول يوريك شي حاجه انت رافضه تشوفيها. حنا ما كنشوفوش العالم كيف هو في الحقيقه، بل كنشوفوه كيف حنا دايرين من الداخل. هاد العلاقات اللي كنعيشوها هي غير ترجمه ماديه لداكشي اللي واقع لينا في قلبنا وفي العقل ديالنا. ملي كنطيحوا في الدوران ديال نفس العلاقات، حنا في الحقيقه محبوسين وسط سجن الذكريات. العقل الباطن ديالنا ما كيقلبش على الحاجه اللي غتفرحنا، بل كيقلب على الحاجه اللي ولف عليها. وقفي هنا وفكري مع راسك، واش عمرك لاحظتي بلي ملي كيجي عندك شي شخص هادئ ومحترم كتحسي بلي ناقصه شي حاجه؟ كتحسي بلي ما كيحرك فيك والو؟ هذاك هو الفخ. العقل ديالك كيعتبر الهدوء حاجه غريبه وكيقلب على الدراما، حيت هي اللي كتحسوا بلي راه في العلاقه. الوجع اللي مولفين عليه مع الاسف كيجي سهل وقريب لنفوسنا اكثر من ديك السعاده اللي مازال ما عرفناهاش وخايفين منها. هاد العلاقات اللي كيتعاودوا هما محاوله فاشله باش يداوي الماضي، بانه كيبقى يعاودوا على امل ان النهايه هاد المره تخرج مقاده، ولكنها كتبقى ديما هي حيت الموتور اللي كيحرك هادشي من الداخل هو ما بدلناش. الدبدبات ديالو مازالين كيجلبوا نفس الاشخاص بحال شي مغناطيس. هنا نمشيو لواحد النقطه اعمق. واش كتعرفي الجسد ديالك باللي كيقدر يدمن على الهرمونات ديال القلق والتوتر؟ ملي كتعيشي واحد الحياه فيها الخوف من الفقدان، الجري وراء شخص ما باغيكش، الجسم ديالك كيفرز كميات كبيره من الادرينالين والكورتيزول. مع الوقت الخلايا ديالك كتولف هاد السموم وكتولي كتدفعك باش تقلبي عليها، هي اللي كتدفعك. داكشي علاش ملي كيكون قدامك شي شخص سام كتحسي بداك الانجذاب القوي، بداك الرشفه في القلب ديالك. هذاك راه ماشي حب، هذاك راه غير الخلايا ديالك كتعرف باللي هذا الشخص هو اللي غيعطيها الجرعه ديال التوتر اللي ولفت عليها. هنا كنعيدوا تمثيل القصص اللي عشناها وحنا صغار، حيت الجسد ديالنا كيحس بالامان وسط الخطر المألوف اكثر من الامان المجهول. خاصك تقولي لراسك انا كنسامح نفسي، كنسامح الجسد ديالي اللي ولف على هاد الوجع، وغادي نعلمو من اليوم يولف على السلام. كاين الداخل ديال كل وحده فينا واحد المستودع مخفي كنرميو فيه كاع الصفات اللي ترفضت لينا وحنا صغار. تخيلي معايا الا كبرتي في بيئه كتقول بلي المراه خاصها تكون ديما درويشه وتسمع الهضره وتهبط راسها، فانتي حرفيا قمعتي قوتك وصوتك وسديتي عليهم في صندوق لداخل. هاد الصفات المكبوته ما كتختفيش، بل كتولي بحال المغناطيس كتحاول تخرج للوجود عبر جذب اشخاص مسيطرين وقاسيين. هما جاو باش يوريوك باللي النور اللي فيك خاصو يخرج. ملي كتشوفي شي حد كيتعامل معك بقله التقدير بقله الاحترام، سولي راسك فين انا؟ علاش انا حقره راسي ومخليه نفسيه للاخرى؟ ملي كتعترفي بقوتك وكتصالحي معاها، داك الشخص المسيطر غيختفي من حياتك، ما يبقاش عنده دور في قصتك. وهنا كنوصلوا لواحد القاعده ذهبيه اللي هي: الا ركبتي في القطار الخطا نزلي في اول محطه. ما تحاوليش تقنعي راسك باللي السكه غتبدل بوحدها، وما تضيعيش عمرك وانتي كتحاولي تغيري الشيفور القطار. الشجاعه الحقيقيه هي تعترفي باللي هاد الطريق غاديه غير للوجع وتنزلي بكرامتك. التغيير كيبدا ملي كتقرري تفرغي داك الذاكره مسومه من الماضي. الاستحقاق هو فعل. ملي كتشوفي الاشاره الحمراء في البدايه وبدل ما تقولي انا غنغيرو
كتقولي انا غنغير طريقي، وتعلمي تلاحظي القوالب اللي كيتعاودوا، وكوني انت المسؤوله على شكون يدخل المحراب ديال روحك. في الاخير بغيتك تعرفي باللي حكايتك مازال ما سالاتش، وهاد الوجع اللي عشتيه ما جاش باش يحطمك، بل جا باش يفيق المرأة القوية اللي ناعسة لداخل ديالك. الفرق بين البارح واليوم هو الوعي. دابا وليتي عارفة باللي المفتاح ديال باب السجن كان ديما بين يديك انتي. الوفاء الحقيقي ماشي هو تبقاي صابرة على قطار غادي بيك للهاوية. الوفاء الحقيقي هو ملي كتشدي بيد راسك وكتقولي ليها سمحي لي حيت عطلتك في محطات ما كتليقش بيك، ومن اليوم انا وياك غنمشيو غير البلاصه اللي كنرتاحوا فيها. انتي كنز غالي، والناس اللي كيدوزوا في حياتك هما غير ضيوف. كاين اللي غيعلمك درس، وكاين اللي غيمشي معاك في الطريق. المهم هو انتي ما تفقديش راسك في الطريق. إلا وصلتي لهاد اللحظة من البودكاست كنهنيك، حيت هذه أول خطوة من طريق التشافي ديالك. شاركي هاد الحلقة مع أخت أو صديقة محتاجة تسمع باللي راها ماشي بوحدها، وقولي لي في التعليق شنو هي أول محطة غتنزلي منها اليوم. نتلاقاو في الحلقة الجاية، وحتى لذاك الوقت عيشي بسلام.